قبل ما نبدأ صلي على سيدنا محمد على أفضل الصلاة والسلام في التعليقات واعمل لايك ويلا بينا نبدأ القصة. الفيلم بيبدأ بعربيات ترحلت ماشية في طريقها للمحكمة وكل حاجة باين عليها عادية جدا، لكن فجأة قائدة القوة هيلا تلاحظ إن في سجين شاب صغير جدا شكله مرعوب بطريقة غريبة، والولد حالته النفسية بتسوء بشكل واضح، فهي بتأمر العربيات تقف وبتنزل تطمنه وبتقول له إن كل حاجة هتبقى تمام. المشكلة إن محدش أصلا عارف الشاب ده متهم في إيه، لكن باين إن القضية بتاعته كبيرة جدا، ولما العربيات بتوصل للمحكمة بيبان إن القضية عاملة ضجة في البلد لأن في مظاهرات وصحافة وناس كتير مستنية بره المبنى. هيلا تدخل السجين الشاب للمحكمة، لكن قبل ما يدخل بخطوة فجأة قناص مجهول يضربه في دماغه ويموت في لحظتها قدام الكل من غير ما حد يلحق يتصرف. بعد الصدمة دي الفيلم ينقلنا لسجين تاني اسمه زد راجل هادي جدا بيقضي أغلب وقته في السجن وهو بيلعب شطرنج وبعيد عن المشاكل تماما. وفي يوم وهو قاعد في هدوء يلاقي كام سجين بيضايقوا واحد أصغر منهم، فبيدخل بينهم ببساطة وبينقذ الولد، وبعدها بيعرض عليه إنه يقعد يلعب شطرنج معاه. الغريب إن محدش من المساجين التانيين يتجرأ يقرب منه أو يعترض، وده يوضح من أول لحظة إن الزد هبة كبيرة جدا جوه السجن. بعدها الفيلم بيورينا زنزانة زد، وهناك صورة متعلقة على الحيطة لولد صغير وبنفهم إن ده ابنه نوح، والولد ده بالنسبة له أهم حاجة في الدنيا. بعد شوية عسكري السجن بيبلغ زد إن أبوه جاي يزوره، فبيروح أوضة الزيارة وهو فاكر إنه هيقابل والده فعلا، لكنه بيتفاجئ إن الزائرة مش أبوه خالص، دي هيلا تدخل معاه في الكلام وتسأله إذا كان يعرف زعيم عصابة خطيرة اسمه مدير، وبتوضح له إن الراجل ده رجع من جديد وبقى يضم شباب كتيرة له. وبعدها بتقول له السبب الحقيقي للزيارة، وهو إنها عاوزاه يدخل وسط العصابة دي كجاسوس ويقرب من مدير، ولما الفرصة تيجي يخلص عليه من جوه، وفي مقابل ده هتخرجه من السجن وهتمسح كل سوابقه. العرض ده مغري جدا، لكن زيد بيرفض. هو عارف قد ايه الرجوع لعالم العصابات خطر، خصوصا بعد ما عرف ان هيلا فشلت قبل كده في حماية سجين تاني كان تحت اشرافها. من وجهة نظره لو هي ما عرفتش تحمي الراجل ده وهو عايش، يبقى ما فيش اي سبب يخليه يصدق انها هتحميه هو وعيلته لو اشتغل جاسوس وسط عصابة مدير. الفيلم بعدها بيوضح لنا ليه هيلا مستميتة مع زيد بالذات. قبل السجن زيد ما كانش مجرد دكتور استشاري محترم، لكنه كمان كان عضو سابق في عصابة وبطل معروف في الفنون القتالية في المدينة، وكمان في الماضي اضطر يصفي عصابة كاملة بعد ما اخوه الصغير اتقتل، وده بالظبط السبب اللي مخلي هيلا شايفاه الشخص المناسب للمهمة. هو فاهم عالم الاجرام من جوه وبيعرف يعني ايه عنف وبيعرف يعيش وسطه. وبالليل زيد يصحى فجأة على صوت عسكري السجن وبيتنقل لعنبر خاص كله افراد عصابات، ومن غير اي شرح بيفهم ان دي خطة من هيلا علشان تضغط عليه ويوافق. في اليوم اللي بعده بيلاحظ ان العنبر ده مختلف جدا عن باقي السجن، لان المساجين هنا مسمح لهم يدخلوا زنازين بعض براحتهم، وده معناه ان حد ممكن يهاجمه في اي لحظة. بعد الظهر زيد يروح تليفون السجن علشان يكلم طليقته ويطلب منها تخلي ابنه نوح يكلمه، لان اليوم ده عيد ميلاد الولد. بيفضل مستني لاخر لحظة لكن نوح بيرفض يكلمه، والخط بيقفل في وشه. اللحظة دي تكسره من جواه، وهو راجع زنزانته بيبدأ يفكر بجد في حياة ابنه، وانه لو فضل في السجن سنين اكتر يمكن يخسره للابد. وساعتها عرض هيلا بيبدأ يبان له كأنه الفرصة الوحيدة اللي فاضله له في حياته، وفي النهاية بيوافق على المهمة لكن بشرط واحد، لما تخلص ما حدش يطلب منه يدخل في اي عملية تانية ابدا. هيلا بتوافق وبتشرح له اول خطوة، وهي انه لازم يلفت انتباه سجين اسمه عادل، وده دراع مدير اليمين وشغله جوه السجن انه يضم المساجين القدام للعصابة بعد ما يخرجوا. زيد بيبدأ ينفذ الخطة في نفس الليلة. اول ما بيشوف 3 من رجالة العصابة اللي ضايقوه قبل كده بيروح عليهم بكل هدوء ومن غير تردد بيضربهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم، وكأنه عمل كده عن قصد لانه كان عارف ان عادل بيراقبه من بعيد، وده اسرع طريق يثبت بيه نفسه. وفعلا عادل بيقرب منه وبيعرض عليه ينضم لعصابة مدير، لكن لسه فاضل اختبار اخير علشان يثقوا فيه تماما. الاختبار ده كان صعب لان عادل بيطلب منه يأذي سجين تاني جامد في زنزانة 157. زيد بيتضايق جدا لان
لانه رغم ماضيه الاجرامي مش راجل قاسي بطبعه، وفكرة انه يضر حد ملوش ذنب كانت مأثرة على ضميره، لكنه في الاخر بينفذ اللي اتطلب منه غصب عنه. بعدها بيخرج من السجن وبيتسكن رسمي في شبكة مدير، بدل ما يرجع بيته القديم بيروح شقة جديدة، لكن قبل ما يستقر فيها بيزور بيت طليقته. هناك بيكتشف انها اتجوزت شخص تاني وكمان حامل في شهورها الاخيرة منه، وده يعقد عليه نفسيا، لكنه ما بيروحش هناك علشان يرجعها. كل اللي كان نفسه فيه انه يشوف ابنه نوح شوية. في نفس الليلة واحد من رجال عادل اسمه جيمي بيروح ياخد زيد بالعربية وبيقول له انه رايح يقابل مدير وجها لوجه، لكن قبل ما يوصله جيمي بيبدأ يشك فيه وبيستجوبه بعنف، وبيفهمه ان لو طلع مرشد او شغال مع الشرطة مش هيخرج عايش. زيد بيفضل هادي جدا رغم كل التهديد. بعدها في السر زيد بيقابل هيلا جوه متحف وبيحكي لها كل اللي حصل، ومنها شكوك جيمي اللي زادت ناحيته، لكنها تطلب منه يهدى ويكمل، وبتقول له ان محدش في الشرطة والمخابرات يعرف حاجة عن المهمة غيرها، يعني لو فشل هيبقى لوحده. بالليل جيمي يوصله لمكان مجهول والسرية تبقى اشد لانهم يعصبوا عينه طول الطريق. اول ما يوصل بيتم تفتيشه تفتيش كامل، وزيد وقتها كان مخبي جهاز تسجيل معاه، وكان ممكن غلطة صغيرة جدا تفضحه وتموته في مكانه، لكن الجهاز يعدي بالصدفة من غير ما حد يلاحظ. بعد التفتيش يعرفوا ليه جابوه هناك اصلا. واحد من رجالة مدير اتضرب بالنار وعاوز علاج طبي سريع، ومدير نفسه كان موجود بيراقب كل خطوة، رغم ان زيد ما مارسش الجراحة من زمان، الا انه يطلب من الكل يخرج علشان يركز. جيمي يعترض لكن مدير يوافق لانه فاهم ان العملية محتاجة هدوء، وفي الاخر زيد بينجح ينقذ الراجل المصاب، وده يكسبه احترام مدير في ثانية. مدير بيشكره بنفسه بيرجعه بعربيته، وزيد بيفهم ان العملية دي فتحت له باب كبير جوه العصابة. بعد كده بيكتشف ان تشغيل جهاز التسجيل بالشكل العادي خطر، فبيخيطه جوه الجاكيت علشان ما يتكشفش. بعد كام يوم مدير بيعزم رجال العصابة في مطعم، وهناك بتكون في قاعدة مع مجموعة مجرمين تانيين بقيادة واحد اسمه بوبا. واضح ان في مشاكل قديمة بينهم، خصوصا بعد ما بوبا ضرب اخو مدير الصغير في رجله بالنار. ومن القعدة دي الفيلم يوضح ان مدير رغم هدوءه وادبه هو في الحقيقة قائد ذكي ومخيف جدا، بيعرف يتحكم في كل اللي حواليه. بعدها جيمي بيكلف زيد بمهمة تهريب مخدرات من المينا، ومعاه واحد تاني اسمه رشيد. في البداية كل شيء يمشي كويس، لكن لما بيجي دور زيد مجموعة رجال مجهولين يهاجموا عليه فجأة. هو بيسيب نفسه يضرب عمدا لان هدفه الحقيقي كان انه يثبت جهاز تتبع تحت عربية المهاجمين، وبعد ما بينجح بيتابعهم من بعيد وبيكتشف انهم تابعين لعصابة بوبا. من غير خوف بيدخل وسط مخبأ بوبا وبيطلب يرجعوا المخدرات المسروقة، لكن بوبا ورجالته بيضحكوا عليه وبيستهينوا بيه. اول ما بيطمنوا له زيد بينقض عليهم بعنف رهيب وبيوقعهم واحد ورا التاني، وبعدها بيحاصروه وبيحاولوا يمنعوه يهرب، لكن زيد بيستخدم حركات باركور وبيتحرك وسط المكان لحد ما بيوصل للدور الارضي، وبيسرق موتوسيكل وبيجري. المطاردة بتبقى جنونية والرصاص بينزل عليه من كل ناحية، وفي الاخر الموتوسيكل بينفجر بعد ما بيتضرب بكذا طلقه وبيقع زيد بعنف على الارض. رجاله بوبا بيقربوا منه علشان يخلصوا عليه، لكن فجاه بيسمعوا سيرينات الشرطه وهي بتقرب فبيضطروا يهربوا. زيد بيستغل اللحظه وبيركب عربيه لسه كانت ماشيه في المكان وبيرجع لمقر مدير. هناك بيحكي اللي حصل، وفي الاول محدش بيصدقه، لكن لما بيطلع طبنجة بوبا كدليل الكل بيغير نظرته له وبيبداوا يحترموه اكتر. بعدها ضياء واحد صغير في العصابة بيقرب من زيد وبيطلب منه يساعده يلم فلوس من واحد عليه دين، والمفاجأة ان ضياء كان ساكن مع زيد في نفس العمارة، وده بيخلي زيد يتأثر بيه جدا لانه بيشوف في نفسه زمان. بيحاول يديله نصيحة وبيقنعه يبعد عن الطريق ده. في اليوم اللي بعده زيد بيحاول يقرب تاني من نوح وبيحاول يفهمه ان دخوله السجن مش معناه انه شخص وحش، لكنه بيفشل لان الولد لسه متأثر بكلام امه، ومع ذلك زيد ما بييأسش. بعدها بيقابل هيلا في مكتبها وبيسلمها التسجيلات اللي جمعها. هيلا بتحذره ان عصابة بوبا بدأت تدور عليه وان الرد جاي لا محالة، وفي نفس اللحظة مقدر يكلفه يشتغل مع اخوه الصغير نصار وضياء في مهمة جمع اتاوات من اصحاب المحلات. المهمة في الاول تمشي عادي، لكن اول ما بيرجعوا بالعربية يحصل كمين مفاجئ والمسلحين يفتحوا عليهم النار. نصار يتقتل تقريبا في ساعتها وزيد وضياء يجروا يستخبوا. هيلا تتدخل وتبلغ الشرطة، فبتوصل السيرينات للمكان بسرعة
بسرعة والمهاجمين يهربوا. زيد بيعطلهم وبيطلب من ضياء يهرب من الباب الخلفي، لكن فجأة هيلا تظهر تساعده وضياء يشوفها بعينه وهو مستخبي، وده يخلي سر زيد مهدد بالانكشاف. بعد الهجوم العصابة تبدأ تشك أكتر، خصوصا لما يلاقوا أجهزة تتبع متخبية في العربيات اللي مدير بيستخدمها كتير. الضغط يزيد على زيد وهو يحاول يتجنب الشك بأي طريقة، لكنه في يوم بيروح مع مدير لمخزن مهجور، وهناك يلاقي جيمي ورشيد وكذا واحد مستنيين، ومدير يبدأ يحقق معاه بحدة. يتضح ان المخزن ده مكان استجواب، وزيد يحس ان امره اتكشف. وفي اللحظة الأصعب يكتشف ان المتهم الحقيقي هو رشيد، ومدير يطلب من زيد يدخل في الاستجواب بنفسه. رشيد يعترف انه كان بيسرب معلومات لعصابة بوبا، وانه خاف على امه لانهم خطفوها، وبعد التعذيب يتاخد علشان يتصفى. زيد يطلع من المشهد مهزوز من جواه، ويحس انه كل اللي بيحصل بقى اكبر منه. بعدها يقابل هيلا ويقول لها انه عاوز ينسحب من المهمة لانه مش قادر يشوف شباب بتموت كخسائر جانبية، لكن هيلا ترفض وتقول له ان الرجوع في النص هيوديه للسجن تاني. في نفس الوقت مدير بدأ يستجوب ضياء سرا وبيهدده بقتل امه لو ما اتكلمش، وتحت الضغط ضياء بينهار وبيكشف علاقة زيد بالشرطة، وده بيضرب العملية السرية من قلبها. ورغم كل ده زيد بيفضل يحاول يبني علاقة مع نوح، وفي مرة بينجح شوية والعلاقة بين الأب والابن بتبدأ تتحسن، لكن الفرحة ما بتكملش لأنهم وهم راجعين البيت بيتعمل لهم كمين تاني، والرصاص بينزل عليهم من كل ناحية. بمعجزة زيد ونوح ما بيتصابوش، لكن زيد يفهم ان هويته اتكشفت فعلا، وان اي حد قريب منه بقى في خطر. علشان كده يودع ابنه وهو موجوع جدا، وبيطلب منه ما ينساهوش. بعد كده بيرجع شقته وبيكتشف ان رجالة العصابة فتشوا المكان وكل اجهزة التسجيل اختفت، وكمان صورة نوح نفسها مش موجودة. زيد بيتصل بهيلا بسرعة، لكن قبل ما تلحق ترد بيتقبض عليه وبيتاخد. وبعدها بيرجع زيد لنفس مخزن الاستجواب، وهناك مدير يواجهه بنفسه وبيقول له انه طليقته ونوح كمان هيبقوا اهداف لو هو مات. اللحظة دي بتكسر زيد تماما، لكنه بيقدر يفك نفسه بعد ما بيقطع شرايين ايده وهو بيحاول يهرب. بعدها بيهجم على رجال مدير وبيقتل اي حد يقف في وشه، وبيطلع على مقر مدير نفسه وهو ناوي يخلص عليه قبل ما عيلته تتأذي. وفي الطريق اي عضو من العصابة يحاول يوقف زيد بيوقعه بعنف، لدرجة ان شباب كتيرة من الصغيرين بيهربوا من قدامه مرعوبين. اخيرا بيوصل اوضة مدير الخاصة، لكنه بيلاقي صورة نوح محطوطة قدامه. بيسرح لحظة وفجأة مدير يطلع من وراه ويضربه بالرصاص وبيصيبه في رجله وبجسمه. زيد بيقع على الارض ومش قادر يتحرك، ومدير بيستعد يخلص عليه، لكن في اللحظة دي ضياء بيظهر فجأة وبيواجه مدير بطبنجته. ضياء رغم انه كان سبب في كشف السر في الاول، لكنه لسه فاكر جدعنة زيد ونصايحه له. وقبل ما الامور تكمل زيد بيضرب نار فجأة وبيقتل مدير نفسه وبينهي حكمه للابد. بعدها بيقول لضياء يمشي فورا وما يرجعش لعالم الجريمة تاني لو عاوز مستقبل احسن. وفي اللحظة دي سيرينات الشرطة تبدأ تقرب، وزيد يقرر يختفي من المكان بهدوء. وهنا بتنتهي القصة. وبس كده يا صديقي، لحد هنا بينتهي ملخصنا. لو عجبك بقى ما تنسانيش باللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وافكرك طبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واشوفك على خير في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.